عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفة سهلة وبسيطة. معانا لحمة حطيت عليها بصلاية مبشورة كده وعصرتها من المية، وهحط عليها ملح وفلفل أسمر وبهارات لحمة وبقدونس ومعلقة من البقسماط. هخلطهم كلهم كده مع بعض وعجن فيها كده كتير، لازم تقعدي تعجني فيها كتير كده. الكمية بقى اللي انتوا عايزينها دي كانت ربع كيلو، انتوا بقى عايز تعملي نص تعملي كيلو براحتك خالص. هنعجنها كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الأنسجة بتاعتها عملت ازاي، وبقت عجينة في ايدينا، بقت زي الفل. هنغطيها ونقعدها ساعتين. دي بقى تنفع معانا كده وجبة فطار حلوة جدا مع بطاطس ولا مكرونة، وغير رمضان تنفع في غدا. هنا بقى صبعتها زي ما انتم شايفين. معايا بقى طاسة كده حطيت حتة زبدة وشوية من الزيت، واول ما يسخنوا قوي كده هنزل بالكفتة بتاعتنا، ومش هاجي جنب منها خالص الا لما تاخد لون من تحت. هبدأ ان انا اقلبها الناحية التانية زي ما انتوا هتشوفوا كده. هقلب فيها كده، ولما تاخد لون من الوشين هحط عليها يا دوبك ربع كوبايه من الميه السخنه واغطيها واوطي عليها. بصوا الجمال والريحه بقى خطيره. انا هنا عملت بطاطس سلطه وبتنجان، انت بقى ممكن تعملي بطاطس محمره، مكرونه، اي حاجه جنب منها هتمشي معاها. بصوا الجمال، وبصوا من جوه عامله ازاي، تحفه. يا رب الوصفه تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.